ايه يا شباب، عاملين ايه واخباركم؟ يا رب دايما بخير. في ناس تخش تكلمني على موضوع السيرفرات، ناس مش شوية. بس انا حبيت اعمل فيديو ارد فيه على اسئلة كتير للناس اللي بتخش تكلمني، وبقعد ساعات ما بعرفش ارد عليهم، ساعات ما بعرفش اكلمهم. اول حاجة، عشان تعمل سيرفر لازم تبقى انت حاطط في دماغك ان انت مش داخل هتدفع مبلغ صغير. ده مبلغ كبير وكبير قوي كمان، قوي. عشان تعمل سيرفر وينجح مبلغ ضخم، مبلغ في حدود الكام عم يدينه، عن احنا بنتكلم مثلا في سكة 20-30 ألف جنيه. المبالغ في الرنجات دي فما فوق بقى، على حسب انت عايز تعمل ايه بالظبط. لو هتعمل حاجة تدريبية بتبقى سكة مثلا ال2000 جنيه، 1500، 3000، كلام من ده. بس تدريبية، اللي هو ما تقوليش ده سيرفر هيشتغل والناس هتلعب عليه والكلام من ده، مفيش الكلام ده. تاني، الفلوس ديت ما بتدفعش للشخص اللي بيعمل لك السيرفر. في الفي بي اس بياخد فلوس بالدولار، وفي اللي هو الويب سايت بياخد فلوس بالدولار، وفي لو انت هتخلي الايفنتات تشتغل اوتوماتيك مش انت اللي مشغلها بايدك، ديت فلترات ماكسي جارد او اي فلترات تانية، دي برضه بتاخد فلوس بالدولار. فكل الحاجات ديت بتاخد فلوس بالدولار، مش اللي بيعمل لك الصفر هو اللي بياخد الفلوس دي. تمام. وفي فلوس بتدفع للاعلانات، بتعوز تدفع مثلا لاعلانات اليوتيوب واعلانات الجوجل واعلانات الفيسبوك واعلانات المش عارف ايه، عشان تبقى موجودة في كل مكان. فخيالك موديك مثلا انت داخل تتعلم، او داخل تشوف، او داخل تعرف، لا هي الموضوع 1 2 3، 1+1=2. دي بالنسبة للناس اللي بتسأل الأسئلة دي. بالنسبة بقى لناس تانية معاها فلوس وداخلة تجرب، برضه أنا بقولك ما تجربش. ليه؟ لأن أنت داخل هتدفع فلوس كتير، وبعد ما تدفع فلوس كتير في الآخر هتلاقي نفسك هتفشل، لأنك أنت مش عارف أنت بتعمل إيه، ما أنتش فاهم أنت عايز تعمل إيه. فلازم يكون ممكن مثلا اللي هو إيه انت تدفع والمهندس يكون شريكك بالمجهود، اللي هو انت اللي بتمول وهو اللي بيصمم وهو اللي بيعمل من اجل انجاح اللعبه. فاللعبه لما تنجح يبقى انت مثلا تاخد نص الربح وهو النص التاني، او على حسب بقى ما هتتفقوا مع بعض في اي اتفاقيات انتوا عايزين تعملوها. ده بالنسبه برضو لواحد معاه الفلوس بس عمره ما دخل المجال ومش فاهم اللعبه. لان لنجاح اي حاجة في الدنيا هي الاعلانات والدقة في ان انت عامل الحاجة دي مظبوطة ما فيهاش اي غلطات. لان زي الناس ما هي عارفة، بعض الالعاب اللي هو اول ما هخشها والاقي فيها مشاكل كتير بقول دي لعبة فاشلة، وقوم جاي طالع وسايبها وماشي. ما حدش مثلا يكلمني في حتة ان انا عايز اعمل سيرفر، والله ده مبلغ كبير، ده مش عارف ايه، ده ايه، ده ايه، ده لا يا باشا. او انت الناس اصلا اللي بتخش اللعبة بتشحن بالالف والالفين، فما بالك انت السيرفر مش هيبقى بالف والالفين. يعني مش معقول انت مثلا هتبقى هتقارن نفسك باللي رايح يشتري من البقالة حاجة بالبقال نفسه، والبقال مش هيقارن نفسه بالتاجر اللي بيشتري منه البقال، والتاجر مش هيقارن نفسه بالمستورد. كل حاجة ولها مستواها. لو انت مثلا معاك ال1000 ال2000 دول، خش العب بيهم، اللي هو خش اللعبة واشحن، وبعد ما تشحن يبقى معاك امكانيات، يبقى معاك حاجة كويسة، فتقدر من خلالها تلعب وتنبسط، وبرضه تقدر تبيع الاكونت لأي حد تاني بيشتري، هتكسب وتبقى زي الفل. وهتكسب كمان، وحتى لو ما كسبتش ويا دوب رجعت فلوسك تاني، يبقى كسبت ان انت لعبت وانبسطت. دي بس الرسالة اللي أنا كنت عايز أقولها للناس، أتمنى إن هي تفهمها وتفهمها كويس أوي. حاجة كمان، في بعض الناس تقول لك أنا عايز أشغل اللعبة على الكمبيوتر بتاعي. ما ينفعش، ما ينفعش، عشان الكمبيوتر بتاعك لازم يطفي. الكمبيوتر بتاعك لازم النت بتاعه يعلق،
الكمبيوتر بتاعك هتحصل فيه مشاكل كتيرة ما بتحصلش في بعض الحاجات التانية. ماشي، سلام عليكم.